كلشي كيعقل على العبارة المشهورة ديال أسامة العزوزي فاش قال: أعتقد أن منتخب مصر لا يلعبون كرة قدم، إنهم يبكون فقط ويسقطون على الأرض. هذه الكلمات غادي تفتح عليه أبواب النار من الجماهير المصرية، ومع ذلك ما زعزعت والو من الشاب القادم بقوة للائحة الركراكي والمنتخب المغربي بكأس إفريقيا 2024. كون هو أسامة العزوزي خليفة سفيان مرابط. شنا هي مسيرته الاحترافية، وشنا هي إمكانياته الفنية والبدنية، وعلاش بعض الصحافة الإسبانية يشبهوه باللاعب بوسكيتش. بعد الأنترو. شحال من واحد كيعتبر اللاعب أسامة العزوزي غير مكسر العمليات، وكينسى على أن أسامة واخا مدافع وسط كالصور، إلا أنه عنده رؤية ثاقبة للملعب، ويقدر يمرر كرات عرضية حاسمة لزملائه، كما كيدير اللاعب المحوري السابق في برشلونة بوسكيتش، اللي كيبقى من المعجبين ديال اللاعب أسامة العزوزي، وهو القائل جد معجب به. المهم، ولأن لكل حكاية بداية، فحكاية اللاعب أسامة العزوزي غادي تنطلق يوم 29 ماي 2001. في هذا التاريخ غادي تزاد مع توأمه أنوار العزوزي اللي كيلعب في الدوري الهولندي. تزاد أسامة في بلدية إيدي في الديار الهولندية، وسط عائلة أمازيغية منحدرة من جبال الريف، وتحديدا من قبيلة إبقوين الأمازيغية المتواجدة قرب مدينة الحسيمة. داكشي علاش غادي نلقاو على أن أسامة كيهضر بتاريفيت مزيان، بالإضافة إلى اللغة الهولندية وشي شوية من الإنجليزية والفرنسية. غادي تتعلم كذلك الإيطالية حكم الاحتراف ديالو بنابولي. غادي تدرج أسامة في مجموعة من الأندية والجمعيات ديال الفئات الصغرى المهتمة بكرة القدم، وغادي تبان عليه منذ نعومة أظافره صفات رياضية دفاعية وهجومية مهمة. وفي عام من الأعوام وفي سنة من السنوات غادي يحترف الموهبة المغربية إلى الدوري الهولندي، وغادي يغادروا نحو الدوري البلجيكي بالضبط مع فريق سانت جيلواز، وغادي يجاور هنا المدافع المغربي إسماعيل قندوز. هنا غادي تبان موهبة العزوزي في مركز خط الوسط الدفاعي، وكمركز ثانوي كيشغل مركز الربط مع بقية الخطوط، ولكن الاختصاص ديالو كيبقى كالصور باللاعب، كيبقى وسط دفاعي بامتياز بحال اللاعب سفيان امرابط. غادي يعرف مساره الرياضي تحول مهم على الصعيد الدولي، خصوصا بعد ما قرر العزوزي اللي كيبلغ طوله حوالي 1 متر و89 سنتيمتر، قرر يغير الجنسية ويستغني على منتخب هولندا لصالح منتخب مملكة الشرفاء رابع كأس العالم بقطر. غادي يعيط عليه المدرب عصام الشرعي للمشاركة في كأس إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة، وغادي يتمكن هنا إلى جانب بقية من النجوم بحال الخنوس، الزلزولي، الصابري وغيرهم من الظفر باللقب الغني. وهنا كان المدرب المحنك الركراكي كيراقب جميع تحركات اللاعبين، وبمراقبة خاصة للاعب المغربي الموهوب بوسكيتش. وفي هذه المشاركة ديال كأس إفريقيا لأقل من 23 عام أثار أسامة العزوزي زوبعة في الرأي العام الرياضي، بين من يرى فيه أنه لاعب متكامل يستحق المنتخب الأول مكان لاعب الوداد المعروف، وبين من يرى عليه أنه خصنا نصبروا عليه لصقل موهبته. العزوزي غادي يخلق أيضا جدلا واسعا في الشارع المصري الرياضي بتصريحه المثير للجدل بعد المباراة النهائية، وبعد ما صرح على أن لاعبي المنتخب المصريين كيعتمدوا تضييع الوقت والتأثير على حكم المباراة بكثرة الاحتجاجات، وقال بالحرف خصم صعيب، ولكن أعتقد على أن منتخب مصر يلعبوش كرة القدم كما هي، غير كيبكوا وكيطيحوا الأرض. وقال أيضا كنفضل الموت في الملعب بدلا من أنني نخسر أمام مصر. المهم، بعد كل ما قدمه من مستوى متميز، لاعب الوسط المغربي البالغ 22 عام غادي يجذب اهتمام نادي نابولي الإيطالي العملاق، وغادي يتعاقد معه مدة 4 سنوات مع سنة اختيارية. وفي الندوة الصحفية لتقديمه قال أنه لم يكن يعلم بوجود العديد من الجماهير المغربية، حيث وصلته العديد من الرسائل لدعمه وتشجيع نادي بولونيا، وفرح كثير بدعم الجالية المغربية الإيطالية له. وغادي يقدم عروض متميزة مع النادي
ولأن المنتخب المغربي عنده قائد مهم خلات الركراكي يتابع مباريات ديال بوسكيتش المغربي ويقتنع به ودخلو كأساسي في ظل إصابة سفيان مرابط في مباراة المغرب وليبيريا المؤجلة ضمن تصفيات كأس إفريقيا 2024 بالكوت ديفوار. قناعة ديال الركراكي غادي تزاد وغادي تشبت أكثر بهذا النجم المغربي الصاعد، وبالتالي غادي يحصل على بطاقة رسمية ضمن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي المشارك في كأس إفريقيا بساحل العاج 2024 بدل لاعب الوداد المغربي جبران اللي قالوا عليه جمهور الرجاء فاته القطار. نتمنوا لأسامة العزوزي التوفيق مع المنتخب المغربي في كأس إفريقيا، ونتمنوا التوفيق كذلك للمنتخب. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.